السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة، مع قصة جديدة وغريبة ومرعبة حصلت بالفعل وحصرية، مش هتسمعوها غير في قناة حكاوي تيتا المرعبة. قبل ما نبدأ قصتنا النهاردة بتمنى منكم الاشتراك في القناة، متنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب. نبدأ قصتنا ونقول بسم الله. أحب أنوه الأول إن القصة دي أنا منزلاها بناء على طلب الجمهور، لأني كنت نوهت عنها في مقطع شورتس وجالي طلبات كتيرة على إنكم عايزينها كاملة، فأنا منزلاها بناء على رغبتكم. كنت مجهزة قصة تانية لكن نزلت دي عشان خاطركم. القصة دي حصلت بالفعل، واللي حكتها لي السيدة اللي عاشت التجربة المرعبة دي، هي اللي حكتها لي بنفسها وانا بقولها لكم زي ما هي قالتها لي. القصة دي حصلت في محافظة الشرقية في فترة التلاتينيات، يعني كانت الناس عايشة في ظلام، ما كانش فيه نور وإضاءة وخدمات زي الموجودة دلوقتي. عشان بعد العشاء والدها يطلب منها هي وأخوها يروحوا يجيبوا طلب من عند ناس قريبهم في مكان بعيد عنهم شوية. في الفترة دي كانت بيوت الأرياف مش جنب بعض قوي، البيوت متطرفة، يعني كل قطعة أرض فيها بيت جنبها بيت تاني، قصادها بحوالي 10 متر تلاقي بيت. ما كانش العمار كتير قوي، وكانت أغلبية الناس في الأرياف بتنام من بدري عشان تقوم لأعمال الزراعة الصبح. فباباها بعتها هي وأخوها بعد العشاء يجيبوا طلب من ناس قريبهم. الدنيا كانت ضلمة لكن كان في قمر منور في السماء، قمر 14 كان فارش ضوءه على الأرض. فباباها بعتها مع أخوها، ما هي ماشية مع راجل، هي عندها 14 سنة في الوقت ده وأخوها عنده 16 سنة، عشان يمشوا من مكان واسع. المكان ده كان حصل فيه جريمة قتل. واحد كان بيشتغل عند ناس أغنياء في القرية دي، ناس من اللي عندهم الأبعديات والأطيان، واتهموه بسرقة، فربطوه على نخلة وقعدوا يضربوا فيه لغاية ما مات واتقتل في المكان ده. فأخوها ماشي معاها فبيقول لها بصي، مش دي النخلة اللي اتقتل عندها فلان اللي كان بيشتغل عند الناس دول؟ قالت له اسكت، بطل رخامة، انا بخاف. قال لها لا، ما تخافيش، فيها ايه يعني لو طلع على عفريته طلع ولا اي حاجة؟ قالت له اسكت، ما تتكلمش كده تاني، انا بخاف، اسكت بقى. قال لها طيب خلاص، يلا نمشي يلا. قالت له لا، انا عايزه امشي من مكان تاني، ما تمشينيش من الحته دي، انا خفت منها. قال لها يا ستي تعالي، ما فيش حاجه، ما القمر منور اهو والدنيا نور، ايه اللي هيحصل عن يعني؟ وفعلا ياخدها ويمشوا من جنب النخله دي ويقول لها بصي، ده هو اتقتل في الحتة دي بالظبط، عشان ساعة ما تبص تلقى القتيل ده قدامها صاخ سليم. ما صدقتش نفسها عشان اخوها يصرخ ويطلع يجري. اخوها جري، هي وقعت مكانها عشان تشوف القتيل ده قدامها، لكنه ما كانش عادي، ده كان طوله واصل لنص النخلة بالظبط. ايوه، طوله كان واصل لنص النخلة. وبشرته، لان هي بتقول كان بشرته من نوع البشرة الغامقة قوي، فالقمر كان مبين لونه، عرفت ان ده هو القتيل وميزته. اخوها جري وهي وقعت مكانها مش عارفة تتحرك وبتبص في ذهول، وبتقول زي ما يكون في مشهد اتمثل قدامي. انا لقيت واحدة جاية من ورا النخلة طالعة، ومعاها اللجان ده اللي هو الطبق اللي بيعملوا يعني زي حلة كبيرة او طشت كده بيعملوا فيها
العجين زمان بيقال عليه لجان، بيحطوا فيه الدقيق والسوايل ويعملوا بيه العجين، الدقيق والمية والخميرة، ويخمروا فيه العجين اللي بيعملوا بيه العيش. بتقول لقيت واحدة جاياله وحطت اللجان ده وقعدت تعجن وتخبز وهو واقف جنبها. بتقول كأنه مشهد تمثيلي حصل قدامي. وبعد كده هي غابت عن الوعي عشان أخوها لما يطلع يجري ويروح يقول لباباه: أنا شفت القتيل يابا، القتيل طالع يابا وواقف جنب النخلة وطوله لغاية نص النخلة. قال له: أختك فين؟ قال لي: أختي وقعت وانا معرفتش اجيبها، انا خفت وجريت. بابا قعد يصرخ ورايح نزل في ضرب بالاقلام وقعد ينده على الناس: يا ناس الحقوني، بنت وقعت واخوها الهايف سابها. والناس كلها طلعت تجري معاه لغاية ما راحوا لقوا البنت واقعة في المكان ده. طبعا البنت كان مغمي عليها، خدوها جري ودوها على البيت، جابوا لها الشيخ اللي كان بيقرأ في الجامع، إمام المسجد في القرية دي، جابوه قعد يقرأ عليها قرآن. البنت فاقت كانت منهارة وحكت على اللي حصل في الموقف بتاع اللي كانت بتخبز والقتيل اللي طوله وصل لغاية نص النخلة. عشان بعد كده تتفاجئ البنت دي ان رجليها فيها 3 جروح رهيبة، جروح غريبة. بتقول رجلي كان فيها زي 3 شرط، الشرط دي مفتحة في اللحم، يعني زي ما يكون لحم رجليها طائق متفتح مش متعور، لا اللحم مفارق بعضه بفتحات، زي مثلا انت لما يكون عندك قطعة قماش وتتفتح وتفارق بعضها، هو رجلها كان كده بالظبط، فتحة 2 3، والفتحة غويطة، والفرق بتاع الجرح بتاعها كبير، ومش سايبة أثر دم ولا أي حاجة، لا رجليها زي ما يكون مطققة. والجروح بتقول الجرح الواحد كان حوالي 5 سنتي، يعني طوله حوالي 5 سنتي. باباها لما سأل الناس قالوله دي من الخضة ومن الجعزة اللي حصلت للبنت، جرى كده في رجليها. قالوله ما تروحش لطبيب، مش ننصحك ان انت تروح لطبيب، وفي الوقت ده اصلا كان الطبيب بعيد عنهم يعني مسافة، وكان بيكلف برضو الامر فلوس، لكن باباها اخدها وراح على الطبيب اللي كان في المركز عشان الطبيب يديها علاج ويربط الجرح ويقول لهم مش تفكوه غير بعد 3 ايام، عشان يفكوا الجرح يلقوه زي ما هو. باباها راح لناس ويسأل، واللي يقوله حط عليها معرفش ايه، واللي يقوله حط عليها مية سخنة على طول، واللي يقوله حط دقيق، واللي يقول لغاية ما في واحدة شارت عليه بحاجة، قالت له روح لسيدة من سيدات البدو اللي في سينا، هي اللي هتعرف تعالج بنتك. وفعلا باباها ياخدها ويطلع بيها على القنطرة شرق، يروح هناك يسأل على سيدة بتداوي الجروح، ياخدوه ويودوه للسيدة. وأول ما شافت رجليها لسه باباها هيحكي القصة ويقول، قالت له اسكت ما تقولش حاجة، أنا عارفة كل حاجة. والست دي بتقول جابت زي أعشاب طبيعية كده دقتها ومواد وحاجات، وقامت جاية حطاها على الجرح ده حشته بيها. بتقول بدأت تجيب وتملى ال3 جروح دول بالحاجات الأعشاب الطبيعية اللي هي عاملاها دي، وربطت عليها وقالت لابويا اذبح لبنتك دي حاجة وطلعها لله، بنتك ربنا نجاها وطلع حاجة لله عشان خاطرها وقت ما تقدر ووقت ما تستطيع. وبتقول فعلا رحت روح بيها، وبعد حوالي أسبوع رجليها طابت ورقت وما بقاش فيه أي أثر للجروح دي. وبتقول من يومها ما بقيناش نمشي من المنطقة دي خالص، ولا أي حد في البلد بقى يمشي من المكان ده،
وانا بنصحكم ما تمشوش من مكان ضلمة، وبلاش حد يعاند ويكابر، لان ممكن اللي انتوا تشوفوه يكون اقوى مما تتخيلوه. القصة دي بدأت بهزار، اخ بيهزر مع اخته بيقول لها شوفي، فتبص تلاقي الهزار قلب بجد، والقتيل بقى قدامهم صاخ سليم. استنونا في قصص تانية مرعبة حقيقية حصلت بالفعل. ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب مع حكاوي تيتا المرعبة. والسلام عليكم.